اللي انتوا شايفينه دوت دي شهادة أحد الأشخاص عنده صديق تونسي عايش في فرنسا، يعني فرنسي تونسي أو تونسي فرنسي. شغال سواق تاكسي في باريس. وطبعا اللي ما تعرفوش عن باريس ان معظم الاندستري او الخدمه، بلاش الصناعه، الخدمه بتاعه التاكسيات هي ماسكينها كل اهلنا في المغرب العربي تقريبا. فمعظم السواقين اللي في باريس او اللي في فرنسا عامه هتلاقيهم مسلمين من شمال افريقيا او من المغرب العربي. المهم ما علينا. اخونا السائق التونسي بيحكي عن موقف حدث امامه وهو شاهد عيان عليه. بيقول ان كان في زياره من الوفد من البنك المركزي المصري لباريس، وكان الوفد نازل، كل واحد فيهم نازل بأسرته كاملة، بالأسرة كاملة متكاملة، يعني مش لوحده نازل في زيارة عمل، لا ده الوفد نازل كل واحد بأسرته، ونازلين في أغلى أوتيلات باريس. وطبعا بزخ وطرف، وكل واحد فيهم في الأربع أيام اللي نزلهم من الوفد واخد عربيتين. العربية دي الفان اللي هي تكفي الأسرة كاملة، مش مثلا لأربع أشخاص، اسمها فاتسي مش تاكسي. فهو بيقول إن العربية كانت بتبقى معاه طول اليوم في خلال الأربع أيام، طول اليوم هو دافع ثمنها. مش هو طبعا اللي دافع ثمنها، اللي دافع ثمنها طبعا الشعب الغلبان اللي بيقولوا له عيش ب 3000 جنيه. وبيقول إن هم مروحين مصر بحمولة، كل واحد فيهم مروح مصر بحمولة عربيات نقل من الشوبينج. طول النهار شوبينج، عندهم سهرة شوبينج، ساعات وساعات ماركات وهدوم ماركات وبرفانات، ومبهدلين الدنيا شوبينج علشان طبعا انتوا هتاكلوا مصر يعني. الكلام ده طبعا للشعب العبيط اللي بيتقال له اصبر علشان نبني مصر، اصبر احنا بنمر بضائقة اقتصادية. اهو شهادة الناس. الراجل اخونا التونسي بيقول انا ادركت ان مصر فيها شعبين، احنا فعلا شعبين. من اول ما غنوا انتوا شعب واحنا شعب، من اول ما البهاليل نزلوا وقعدوا يسقفوا تسلم الايادي علشان يترقص على دم اخواتهم اللي عمرهم ما باعوا مصر، اللي عمرهم ما خانوا مصر، اللي عمرهم ما فرطوا في ذرة تراب من ارض مصر. انتوا طبعا شايفين دلوقتي حكم العسكر، القونة، الجواسيس اللي بنحذركم منهم بقالنا كتير، بقالنا سنين طويلة دفعنا من دمنا ومن عمرنا ومن أمننا ومن أمن أسرنا علشان نوصل لكم رسالة انتم مش عايزين تفهموها. العسكر وإخرائيل إيد واحدة لدمار مصر وتقسيمها وإعلانها دويلات، وما يعرفوش من الوطن غير سرقة.